تهدر انه انت كسرت الاهداف المغربيه في مجلس الامن، وهذا غير صحيح. لماذا لا تتحدث عن الاهداف الجزائريه؟ كتبت ملاحظه وبعثها الاصدقاء في الجزائر قريبين من السلطه، ما هم تجادلنا فيها. كتبت لهم العناصر، هذيك عناصر اللي يفكر فيها كل جزائري. انت تجي وزير تحكي لي على انه كانت هناك اهداف مغربيه في القرار الامريكي وحنا قدرنا زعما نحطموها. هذه غير صحيحه. كان الاجدى بك والاجدر انك تحكي تقول تلك الاهداف الجزائريه في القرار هاو تم تحقيقها. صحيح. انت ما كانش عندك اهداف، ما سطرتش اهداف ووصلت اليها. انا الاستراتيجيه نتاعي، الاستشراف نتاعي، انا علاقاتي مع اعضاء مجلس الامن وين قدرت توصلني بان نحقق اهداف الامن القومي الجزائري كما اعتبر. هذا اتحدث بهذه اللغه، ولا اتحدث بلغه انه انا استطعت في مناقشات مع الصينيين ومع الروس ومع بعض الاطراف اني نكسر اهداف المغرب في هذه القضيه. هذه مقاربه خاطئه ومقاربه تتناقض تماما مع الخطاب الرسمي الجزائري المعروف. اما قضيه انه كسرت الاهداف المغرب، لقد اخطات التقدير واخطات العرض، لانه المقترح الامريكي الذي قدم في حده الاقصى. هذه المفاوضات، والاداره الامريكيه والاداره في المغرب يعلمون الحدود الدنيا التي ممكن ان يقبلونها في القرار. انا نعطي لك المصطلحات الدبلوماسيه كيف تجرى الامور وما تعلمناه نحن في الجامعه وخلال الممارسه وما سمعناه من دبلوماسيين كبار. يكون تحط سقف كبير. تم الاداره الامريكيه بالاتفاق مع الشركاء قدمت الحد الاقصى من الوثيقه، وتحتها بيناتهم يعلمون الحد الادنى الذي لا يمكن ان يتنازلون عنه. اعيد لك فقط نقول لك بين الورقه في حدها الاقصى والورقه اللي عندهم في حدها الادنى هناك مجال فيه الأهداف. إذا كانت أي ورقة يصادق عليها مجلس الأمن هي ما بين الحد الأقصى والحد الأدنى الذي لا يمكن أن نتنازل عنه، فنحن حققنا الأهداف، والمغرب حقق أهدافه من خلالها، وهي إدراج الحكم الذاتي كخيار من الخيارات. زيد نعطي لك السي أحمد عطاف. الجزائر مبدأها أو موقفها المبدئي من القضية كان يعتمد على عدم الخوض في أي مسار يذكر فيه اسم الحكم الذاتي، أي مسار.